السلام عليكم، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ بعد الفيديو بتاع العربي اللي انا قلت لك فيه ازاي تلم العربي في ليله الامتحان وحاطط لك خطه يوم بيوم لحد ان شاء الله ما تدخل امتحان العربي. الخطه عجبتكم كلكم الحمد لله، وكلكم قال ان هو يطبقها، ولكن كان في كام نقطه كده لاحظت ان معظم التعليقات كانت بتسال عليها، فانا حبيت اوضحها لكم كده على السريع. كتير منكم كان بيسال اذاكر ماده تانية مع العربي ولا لا، يعني في ليله الامتحان بتاع العربي بما ان مثلا بعدها فيزياء او بعدها مواد تانية والايام قليله، يذاكر ماده تانية مع العربي ولا لا؟ اما قلت لكم ان انتوا اخر يوم المفروض تكونوا بتحلوا نحو بس. كتير سال منكم اجيب بنك النحو ده منين. تالت حاجه والاهم بقى اللي كل الكومنتات كانت بتسال عليها، لايفات مستر محمد صلاح اسمعها ولا لا، لان اصلا كل لايف بيكون طويل وكده. هجاوبك كده على الكام نقطه دول سريعا ان شاء الله. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي جايه. بص، اول حاجه بالنسبه للايفات مستر محمد صلاح اللي كتير منكم جدا كان بيسال عليها، طب انا كده ما اسمحش لايفات مستر محمد صلاح. بص، لايفات مستر محمد صلاح مفيده وكل حاجه، ولكن انت لازم تكون قادر بنفسك الكام يوم دول. فلو انت محتاج جزء معين اسمعه بس هل شرط عليك ان انت كل يوم اللايف اللي بينزل 5 ساعات تفضل قاعد مستنيه وتسمعه؟ لا طبعا، ما تعملش كده. انت والله مثلا النهارده المستر هيحل شويه نحو وانا كل يوم كانوا واقفين معايا، ادخل يا عم اسمعهم تمام، ولكن اللايفات بتاعك كل يوم شرط ان انت تسمعها، يعني علشان تعرف تفضل نفسك كده وقت. يعني هتلاقي نفسك كل لايف بياخد منك 5 ساعات، اليوم كله ما فيهوش 100 ساعه عشان تضيع منه 5 ساعات. طبعا بتكلم لو انت مش محتاج الفيديو، بس انت بتتكلم ايه بقى؟ انا مذاكر نصوص كويس بس هو النهارده يشرح نصوص مثلا، فلو انا هقعد مثلا اسمعه وهو بيحل نصوص، طب انت كده ما استفدتش حاجه، الاستفاده اقل، على عكس ما انت تقعد تذاكر مع نفسك هتلاقي الاستفاده كانت اكتر. ملخص زي ما انا قلت لك ان انت تسمع اللايفات اللي انت محتاجها بس، الجزء اللي انت محتاجه بس، والاجزاء التانيه بلاش تسمعها. السؤال التاني، تذاكر ماده تانيه مع العربي ولا لا؟ بما ان في كتير منكم كانوا بيقولوا ان في مدرسين قالوا كده والكلام ده، مفيش حاجه اسمها انت بتذاكر ماده تانيه في ليله امتحان العربي، بالله عليك عقلها كده، ادي لكل حاجه حقها. انت في العربي ذاكر عربي بس، وامسك يا عم العربي كده ايه، اتقنه، ما تضيعش 80 درجه من ايدك، وهي يعتبر والله اكتر امتحان انت داخله ضمنه، لان معظمه حاجات مش عندك في المنهج زي القراءه زي النصوص زي التعبير والادب وكل الكلام ده. طيب لو ماده يا عم وانت عندك مشكله فيها، ان شاء الله ليها ليالي بتاعتها وهتتظبط فيها، يا عم الليالي ان شاء الله حتى ولو كانت قليله بس كافيه ان شاء الله ان انت تخلص. اما من ناحيه ان يكون مدرس يقول لك حل شامل في الماده بتاعتك عشان ما تنساهاش، ما بتاع الكيمياء يقول لك كده، وبتاع الفيزياء يقول لك كده، وبتاع الانجليزي هيقول لك كده، هتلاقي نفسك بتحل 30 شامل في كل المواد كل يوم، ما بيفضلكش حاجه اصلا عشان تذاكر عربي. الجزء الثالث بقى، ما قلت لكم ان انتوا اخر يوم المفروض تكون بتحل على النحو بس عشان تعرف تركز على النحو بكم كبير، وتحل بتاع حوالي مثلا 400 500 سؤال، بجد والله انت تقدر تحل الكم ده. فبص يا عم كده بالنسبه لبنك النحو، هقول لك حاجه، بما ان كتير منكم بيسال على نماذج الاسترشاديه اللي هي حوالي 12، وهي اسئله السنوات السابقه برضه اللي هتدخل لها في 10 ولا 12، فانت اصلا عاوز تحل دول في نفس الوقت عاوز تحل شامل زي ما انا قلت لك، حل من كتاب بيان وكيل لان هم اقرب للامتحان. فاقول لك تعمل ايه في السنين السابقه والنماذج الاسترشاديه، وانا عملت كده السنه اللي فاتت. بص يا عم، انت هتمسك كل النماذج الاسترشاديه وهتمسك كل السنين السابقه، وهتيجي في اخر يوم زي ما انا قلت لك كده هتحل النحو فيها بس. ليه بقول لك كده؟ عادي، يعني السنين السابقه هل القراءه بتاعتها مهمه؟ لا عادي مش مهم، يعني قراءه زيها زي اي قراءه، وانت كده كده الكام يوم اللي انا قلت لك عليهم دول كنت بتحل قراءه من كتاب بيان وكيان، كنت بتحل نصوص من كتاب بيان وكيان. فزي ما قلت لك ايه، انت حل كل النحو اللي موجود من النماذج الاسترشاديه والسنين السابقه. ده لو انت عاوز تصححهم في فيديو هنا هبعتهم لك كده على التليجرام، هبعت لك اللينكات بتاعتهم ان شاء الله. مستر انا شفته كان بيحل كل النحو اللي في النماذج الاسترشاديه بس، وكل النحو اللي في السنين السابقه بس، وده طبعا هينفعك وينجز معاك ان شاء الله. نقطه اخيره بالنسبه للكتب، انا كنت قلت لك كتاب كيان وكتاب بيان بجد هم احسن بكتير من كتاب الامتحان وكتاب الاضواء، هم اصعبين بس بصراحه يعني صعبين في النحو، ولكن احنا النحو اللي جانا السنه اللي فاتت كان صعب وكان تقيل، فانت تعود من دلوقتي على الصعب وخد الافكار بتاعته، ولسه ان شاء الله قدامك انت تحل كتير جدا وتستفيد من الحاجات دي. وبالنسبه لللايفات بتاع مستر محمد صلاح، عشان نسيت النقطه دي، لو انت كنت حابب ان انت تسمعها وتسمع جزء منها زي ما انا قلت لك اللي انت محتاجه بس، ما تسمعوش لايف كتوفير لوقت ليك. ليه؟ لان لايف انت تدخل بتلاقي مدعكه بجد وتضييع وقت. انت يا عم النهارده مثلا فاضي لحد بالليل ولا حاجه، افضل سايب اللايف وعادي كيك اللايف بينزل واسمعه قبل ما تنام ولا حاجه يعني، او في الوقت اللي انت فاضي فيه. وبس زي ما قلت لكم ادخلوا جروب التليجرام، هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتات، هبعت لكم عليه اللينكين بتاع الفيديوهات، وكمان كذا ملخص كده كنت قايل لكم ان انا هبعته لكم. وبس ان شاء الله انتظروني في باقي المواد كده، هقول لك خطه ليها وان شاء الله ازاي تلمها كويس جدا عشان ان شاء الله تضمن اعلى درجه فيها. وبس، سلام.